انا المؤلف وانا المخرج، اعمل اللي انا عايزه. اللي انا كاتبه هو اللي يتقال. اي كلب فيكم هيقول جمله او كلمه انا مش كاتبها هشطبه. مش عايز اسمع هو، عايز اسمع نعم. عايزين نبدا بدايه قويه. انتوا عارفين الدراما اللي احنا عاملينها فيها شيء من التفكير شويه. البدايه بتاعتنا لازم يبقى فيها قوه. نقول ثوره، وما دام قوه وثوره انا مضطر ابدا معاكم. يلا بيتك كده ملوش لازمه يطلع بره. يلا انت في صفحه 18 هجيب كده. ها ايه الاخبار يا حلو؟ كله تمام يا سلطان. انا عجبتني بس قشطه وزبده دي وليها معامله مع راس الفكر. انت هنا في بلاش السلطان. حس ايه الفرق بقى؟ حس انت كنت ايه وانا عملت منك ايه؟ اسفه يا سلطان. نهاية وزير الماليه وصل. وصل من بدري ومستنيك على نار. مسكي نفسك شويه. خليه يدخل. بقى وراك منيل بالسلطان. ايه منيل على عينك دي؟ كده اهو. خش يا ابني. السلام والامان على سلطان الزمان والمكان. كده اهو. انا شغال كمان. عسكر. انت يا ابني. اسمه كده شهرزاد. العوالم والمسير يتقطعوا الصوابع. لما تسلم على حد عد صوابعك بعديها. ودني
يا حيوان. كفايه كفايه خلاص، كفايه كفايه كده كتير قوي، كفايه عليهم لحد كده. اسمع، انا جزء بسيط من الاموال دي عايز اعمل للشعب مشروع قومي. عايزهم يبطلوا الغبانه اللي طالعين فيها اليومين دول، نايم خيرنا وبايع حالنا وقله الادب دي. معقولة يا مولاي؟ ده انت فاني نفسك عشانه. يا ريت على قد كده وخلصنا. ده اليومين دول كمان عايزين ينزلوا وعايزين يعملوا. انا لسه عليك. ما انا قلت له لسه عليك. بس انا فوجئت بيه لسه عليك. لسه عليك. كلاب امك بتاعت ابنه وهو بتاع ابننا، طبيعي جدا تبقوا. فكرت في مشروع يا حيوان؟ مشروع. فكرت. نعمل مصنع ايه؟ مصنع فطير وبيتزا. هما لاقيين ياكلوا كشري لما هاكلهم بيتزا؟ أنا عندي مشروع يا سلطان. بص، انا بدات اقتنع. قول يا بنت الشعب. عايزين نعمل مشروع مواصلات بمعنى نجيب كام أتوبيس دلع. على كام توك توك ايوه على كام حمار يا سلطان. سامع يا حمار. وبعدين الطريق على شرط الطريق على اتجاه واحد. يعني يبقى اتجاه واحد. ليه؟ يعني اللي يروح ما يرجعش واللي يرجع ما يروحش. الفكره دي هايله قوي. اللي هيروح مش هيجي. هايل، فكره عظيمه يا بنت الشعب. ميكروفون يا حيوان. ايه يا مولاي؟ هتتكلم كده من غير فلوس؟ خلي الكلام طالع من القلب للقلب. ايها الشعب العزيز، اليكم هذه القارات الهامه. اولا ايها الشعب العزيز، زياده الرواتب والمعاشات بنسبه 50%. ام احمد جايه. ثانيا ايها الشعب العزيز، عايزكم تتماسكوا. زياده الضرائب بنسبه 110%. ايه اللي بيحصل ده يا حيوان؟ ده شعبك بيحييك يا فندم. يزعلوا من الدوب. ما دي طريقته الخاصة. ولو مستمرين. ثالثا يا الشعب العزيز وليس اخيرا، ثالثا ايمانا منا بالديمقراطيه. الكلام ده قالته بنت الشعب. بنت الشعب اني حست يعني قلت. بنت الشعب كلمتني عن المواصلات والزحمه. انا شايف كلامها صح. عشان كده هنزود المواصلات شويه. كام اتوبيس على كام توك توك على كام حمار وهنمشي حل. من بكره الشوارع كلها اتجاه واحد. اللي هيروح مش هيجي، اللي هيجي مش هيروح، اللي هيفتح بقه هيتحبس. محدش بيسأل ليه؟ خلاص ما تدخلوا الشعب كله في بعض. عنكم مسقفتوا. شفتيني ولا؟ قلت له زي العسل. ايه مولاي؟ ما ينفعش ليه؟ ممكن يكون ميكروفون. اتعلم الدرس. الميكروفون هنا حصليني على جوه. خش يا جماعه. وانت تعالى عشان عايزين ندي الحاجات دي. وخلي بالك بقى. شكرا هنا. سيب من جوه ها؟ بس حاجه؟ مفيش فايده فيه. الواطي هيفضل واطي. كل شيء تمام، ربنا معاك. محكمة لازم يتحاكم. باسم الأمة، باسم باسم الشعب، باسم الشعب، باسم الميثاق والدستور، باسم
ودلوقتي نوزع المهام. لازم الاول يكون واحد مننا يقعد على الكرسي. واحد مننا. ايوه واحد مننا. لا مش مننا. لا مننا. لا مش مننا. مننا. مش مننا. نتفرج على الثورة، نعمل اجتماع. اللي عملوا ايه؟ عامل صدوميه، عايز عامل صدوميه خلوي. وبعد الاجتماع ربنا يسامحنا على اللي هنعمله في البلد، انك انت اللي هتقعد على الكرسي. انا افحص عمر الرفاهيه. تعالى يا تفكير بس. ودلوقتي نحلف اليمين. دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي عندنا دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي دق الشماسي مفتوح على حبل التماسي دقوا دق الشماسي. أخيرا خلصنا من الظلم والفساد وهننتهي عهد جديد. مين عبيطة دي؟ احبسوها. أنا بعد كل اللي عملته عبيطة؟ انت حبيت؟ ما تنساش نفسك. أنت عشان ما بتشتغل إيه؟ اديله عبيط. أصلا الله. اديله. ودلوقتي نوزع المهام. انا بقى همسك الحته الجنوبيه الشماليه ولا جنوبية ولا الغربيه ولا كوبانية. هم ناخد ايه؟ اعمل عد هقول لك. ماليش دعوه، انا عايز ابقى كفور. انا عايز ابقى كفور. يا كفور. ايه؟ الو حبيبي الشعب حبيبي بتاعي انا شعب حبيبي بتاعي. زفت مفيش فايده فيه. مش عايزين تلتزموا باللي انا قايله. ايه التقاع الميت دوت؟ وايه الشغل اللي انتوا بتعملوه ده؟ كل واحد على كيفه. قوموا يلا. اعملوا حسابكم. الغلط ده لو حصل تاني انا مش هسكت. لو عايزين تعملوا كوميديا مفيش مانع. يلا العبوا لعبه كوره. سيداتي انساتي سادتي، ننقل لكم مباراة القمة، مباراة السحاب بين فريقنا وفريق الناس التانيين. فريقنا فريق قوي، فريق حماسي، فريق مقاتل، فريق الناس التانيين برضه فريق قوي. النهارده ماتشنا ماتش جامد، ماتش بطولة، ماتش قوي، وانا شايف فريقنا نزل ارض الملعب، انا شايف امسيه كروية حلوة جدا يا جماعة. حيوا معايا الفريق بتاعنا، حيوا معايا الفريق بتاعنا. وحصري حصري حصري من ارض الملعب، ممكن لقاء مع فريقنا. حصري 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 ومعانا دفاع المباراة. وبنقول له يا كابتن تعمل ايه النهارده في المباراة؟ يا كابتن لو تعمل النهارده في المباراة ده حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتدور على حاجة يا كابتن؟ بتدور على ايه؟ مش عارف اعمل ايه. حصري ولأول مرة الجون بتاع الفريق الدبابه بتاعتنا النهارده طلع مسؤول مش عارفين هيعمل ايه في المباراه. تعمل النهارده المباراه كده. انا صوت بجسمي بدماغي رجلي خليت لو تحكي معايا يلا.
المكان لا أعلم، الزمان لا أعلم، حيث هنا لا يدائم من قصف المدافع والصواريخ. اسمي مش مهم، فاطمة، عالية، نبيل، مش مهم. المهم الإنسان ليا قلب وعقل. في بلادنا بننام على النيل وبنصحى على صوت طلعات المحتلين. كلمة لا ما بنقولهاش، لأننا أصلا ممنوع بقول حياتنا ذل وانكسار. الحضارة بنعمل المحال، هي دي حياتنا في الوطن الحزين. ومع كده قاعدين ساكتين ومستنيين. من كام يوم نمت الليل المعتاد وصحيت على صوت صراخهم. جريت على الشباك اشوف امي بتصرخ ليه. لقيت كلمه كده ابويا بتنام فيه، صرخت فيهم مع امي. فجاه طلعت كتير وصعب فيها ابويا، بس جريت عليهم صرخت فيهم. ساب ابويا وانتهار عليا. سمعت صوت امي اللي هي بتقول لي اجري اجري. جريت جريت فجاه لقيت قدامي خبطت فيه واحد. صعب الظهر مفيش فايده، الصراحه الظهر مفيش فايده. حرقت وقعت لقيتهم بيجردوني. واحد اغتصبوني، واحد اغتصبوني وبنفس السكين ضربوا طعنوني. خرجوا شاي كده بحاجه، خرجوا قلبي مرات روحي. ومن دلوقتي وبعد دقيقة من دلوقتي مش هبقى، مش هبقى عادي، مش هبقى نبيل، هبقى شهيد. وامسكي ايدي في ايديا ما تخافيش حقك عليا. وامسكي ايدي في ايديا حشي جرحك مش هسيبك مهما ضاع عمرنا ضيق. راح تكون برد وسلام.
يا هلا يا هلا العربي، يا هلا يا اخي العربي يا ربيع. اعطيني مما اعطاك الله. تبغي مصاري؟ مصاري 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 مصاري. خير بنته مصاري. خير بنته مصاري. اعطيني مصاري. بعد اللي حصل ده والناس تتبهدل بتعملوا شويه ايه؟ بتقلبوها كمان ايه؟ وك 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 بتضحك يا تحش. شخصيات تافهه. انت كويسه عندك مواصيع في الاخر. التزام. كفايه الكهرباء اللي بتقطع. لو انت قاعد ايه؟ قطعت عمود البيت. هيعمل لك كده. التزام باللي انا بقوله. انا ما عنديش مانع نعمل كوميديا، ما عنديش مانع نعمل هلس، بس هلس مفضل. هلس يبقى ليه معنى. اعملوا لي الجواز. حبيتني؟ هتتجوزني؟ تابع تتجوزيني؟ شرعي ولا عرفي؟ جينا على المأذون. يا اهلا وسهلا. زواج ولا طلاق؟ زواج طبعا. شرعي ولا عرفي؟ يا بنت الناس. الاسم كام؟ الاسم؟ الاسم ثلاثي لو سمحت. تامر علي مليون. الاسم ثلاثي؟ رشا علي بيومي. اختي؟ اخويا راشا. راشا. اختي ولادي. يا رب طلبات الطلب. ثلاثة اسمعوا يا ولادي من 25 سنة تعرفت على أمكم. أمكم يا ولاد كانت بتشتغل رقاصة. لغاية ما الكيلو وصل 13. حبينا بعض واتجوزنا بعض لحد ما ولاد الحرام صلى على وداني من ناحية أمه. في يوم رجعت البيت في نص الليل لقيت أمكم ما كملتش. أنت بالذات لازم تعرف أمك كانت بتعمل إيه. رجعت البيت في نص الليل لقيت أمكم بتشرب ايه؟ دور على أمكم يا ولاد. هندور على بابا يا بابا. ماما وليدي.
الحيوان اللي هنتكلم عنه النهارده كائن غريب يعيش في المستنقعات والبيئة بالعكس يتنزع على الحشائش ولو جينا قربنا للحيوان هنلاقي ان الجسم من هنا طري انما من هنا في شعر من هنا في شعر ولو جينا قربنا من الجسم هنا هنلاقيه بيركب النار ومن هنا بيركب النار والحيوان ده بينبسط الدراعات وهو الان في حاله تقديس ايه اللي جابها هنا؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه قلة الأدب والمسخرة دي؟ وايه اللي انت بتنزله ده؟ انا ايه بس؟ انا هعلمكم الأدب يا فلان. مكنة! راجل غلبان ما حلتوش حاجه. كل اللي حلته من الدنيا مكنه زي اللي انتوا شايفينها. عنده زوجه وعنده اطفال. المكنه تطلع خير مراته واولاده يتعشوا وياكلوا. المكنه لو عطلت حياتهم تقف. وفي يوم المكنه عطلت وصاحبنا حط ايده على وشه وقعد يفكر. نشوف. المكنة عطل هاكل أنا وعيالي ومراتي هاكل منين؟ قولوا لي يا إخوانا هاكل منين؟ هروح للخواجة علمهم هروح للخواجة إيه يا حبيبي؟ الحقني يا خواجة المكنة عطل شوف حبيبي المكنه دي محتاجه قطعه خيار. ركز شويه يا حبيبي المكنه دي محتاجه قطعه خيار وقطعه الخيار دي امتى هتيجي يا خواجه؟ كمان 3 يوم حبيبي. اروح فين 3 يوم واجي منين؟ هاكل عيالي منين؟ انا ماليش مصرف يا خرابي. انت قلت عليه خواجه. ال3 يوم بقوا 3 اسبوع. حط ايده على خد نفس الحطه. يمكن يفكر صح. نشوف. و3 أسابيع وانا مش لاقي الاكل ولا اكل عيالي. انا خواجه. يلا ايه حبيبي مالك في ايه؟ 3 ايام و3 اسابيع وانا مش لاقي اكل لا انا ولا العيال. ما يفوتش عليك حبيبي. كمان يومين حبيبي يلا. كمان يومين منين؟ منين اهلي وعيالي؟ لسه هرجوع تاني يا اخي. الفقر ده حط ايده على خده وفكر تالت ويا ريته ما فكر. مفيش غير حل واحد هنروح للخواجه التاني. يا خواجه الحقني يا خواجه. خير يا ابن عمي؟ خير ايه؟ هيجي منين الخير؟ المكنه عطل. المكنه عطل؟
وديتك منين؟ حبيبي امشي من هنا دي منطقتي بقول لك. متشوقين؟ امشي من هنا يا حبيبي يلا. ما تعصبنيش. حبيبي امشي من هنا ده تخصصي. يا حبيبي ما تعملش يا كده. حبيبي منطقتي. يا بس! المكنة اتصلحت. احمدك يا رب. امر طبيعي. حد يصدق خواجه. اللي يصدق الخواجه يستاهل بقى اللي يحصل له منه. قوموا خلونا نرجع لايام زمان. ايام ما كان الفن فن. ايام ما كانت الكلمه بتهز القلوب وتشيل ناس وتحط ناس. ايام الفن الجميل. قررت من غير اسمي يا امينه. استمحنا يا ابو العفو يا ستان. ست المسنه تاني. قلت لك بنت. السؤال اسمها ست يا ستان. لمي هدومك وعلى هدومك يا امينه. استمح يا ستان والنبي. ما تستمع يا امينه. العفو عند المقدرة يا فندم. العفو عند المقدرة. على البيت يا كلب. تبنا إلى الله. بابا يا بابا عايزك بابا يا بابا. الدنيا يا امينه. دول ايش وخلينا وتتخلق يا ستان. على البيت يا بهايم. مخلفاني خلاني يا امينه. تلزمين عيالك يا امينه. ماشي يا امينه. البحر بيضحك لي وانا نازله دلع عامله الهدى. اركب الهوا استغفر الله العظيم. اموت في المشي. امشي يا عيلتي لا. ومن شر النفاثات الضغط. ومن شر الحاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات الضغط. ومن شر الحاسد إذا حسد. ايه يا رب اتضربت ولا ايه؟ زي ما عرفت فكرتني بأيام الزمن الجميل. السكرية وأصل الشغل وبين الأصلين والحكيم. الفن له معنى وله مضمون. مش زي الفن دلوقتي حاله عامل زي الحدث. انا هحكي لكم حكايتي. انا بقالي 8 سنين مخطوبه ومش عارفه اتجوز. مش عارفه اتجوز ليه؟ مشكله كل شاب. ما معيش فلوس. ما معيش فلوس ليه؟ عشان مفيش شغل. لا 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 حرام. انا كنت بشتغل في الحكومه وانا اللي غبيه وسبت شغل الحكومه. شغل الحكومه ايوه كان في شغل. ده انا كنت كل يوم اروح الموظفه. صباح الخير انا عايز شغل. الاقي تديني فرصه اشتغلها. صباح الخير حضرتك بقى ما تدينيش. الاقي تديني بنكه مع حالها. فبروح للست الكفاره دي بقول لها حضرتك ايه عارفه؟ ايه؟ ارجع العيل الصغير؟ لا هي وصلت لكده قررت ادخل للمدير. صباح الخير. صباح الخير. انا جايه اسال عن الشغل. الشغل قصقصوا. يا ولد حظك لو جت حمرا. أما لو طلعت قرع. إياك تسكت وتكسر. ومدام العالم صايع ونظامه هو
محمد عبد الناصر شادي رجب مدحت محسن محمد العروسي